سلام، معكم معتز زبلاتين. كيف مساكم طيبين؟ شمعلين. اذا كنت تشوف المقطع ما ضاغط زر اللايك كسر زر اللايك، واذا ما مشترك في القناه اشترك في القناه عشان تصير من جيشنا. هلا والله بالشباب، يا مرحبا، نورتوا القناه. الجدد اللي في القناه اللي اشتركوا نورتوا، يا مرحبا. اشكركم على تفاعلكم في المقاطع الماضيه يا شباب. طبعا هذا حسابي في الانستغرام، لا تنسوا تتابعوني عليه لانه الحساب الوحيد عندي. يا شباب اول شيء ما اقدر اوصف الشيء اللي صار. مباراة المانيا مع اليابان او مباراة الالوان مع اليابان، يمكن فهمتوا كلامي يا رجل. أسوأ فريق يدخل كاس العالم. انت داخل كاس العالم، داخل تلعب كرة قدم، داخل عندك هدف انك تاخذ كاس العالم، وانت ماخذ كاس العالم في سنة 2014. داخل تدعم قضية أسوأ ما اقول عنها انها قضية او اقذر قضية ممكن تدخل عشانها. شواذ جنس غير موجود، جاي تدعمه وانت جاي تلعب كرة قدم. اعطوني شيء منطقي، انت جاي تلعب كرة قدم. ثاني شيء، انت داخل مكان يعني لازم تحترم القوانين اللي مفروضة عليك. مثلا انا الحين كعربي رحت دولة اجنبية، في اشياء عندهم ممنوعة ممكن احنا مثلا نسويها بس هناك ممنوعة. هل انا بسويها اذا كانت ممنوعة معهم؟ انا كشخص بحترم ثقافة المكان اللي انا رايح له. فانت دامك جيت على ارضي لازم تحترم ثقافتي وتحترم القوانين اللي مفروضة عليك. يعني شيء ممنوع عندي ليش انت تسواه؟ فهذا اللي سوته المانيا، دخلوا على المباراة سووا لكم ذيك الحركة على اساس مخلين يدينهم في ثاماتهم. يعني احنا ما مخلاين نتكلم، ما مخلاين يتكلموا لانه اصلا ممنوع، فسووا هذه الحركة في الكاميرا، والصورة انتشرت والناس حفلت عليهم ونزلت عليهم هاشتاج منتخب شواذ. يستاهلوا والله العظيم شباب يستاهلوا. واصلا هم لا مستوى ولا شيء. تباروا مع المنتخب العماني، المنتخب العماني سفل فيهم رايح جاي، وسجلوا هدف اصلا يمكن بالحظ من لاعب بديل. داخلوا المباراة مع اليابان، اول مباراة في كاس العالم، يجيك اليابان وتحفل عليهم بعد اليابان. ايش اللي سوته اليابان؟ ندخل على اليابان وما ادراك ما اليابان، كوكب اليابان يا جماعة. اليابانيين دخلوا لكم الملعب كل روح، اقتدوا بالمنتخب السعودي لأنه فاز على الأرجنتين، وقالوا مثل ما قدر المنتخب السعودي يفوز على الأرجنتين احنا نقدر نفوز على ألمانيا. دخلت اليابان المباراة، طبعا كانوا في بداية الشوط الأول ما كان في أي أكشن. بداية الشوط الثاني تروح اليابان وتخطف هدفين في آخر الوقت. يعني ايش اللي سوته اليابان بعد المباراة؟ راحت لك اليابان وحاجة يا جماعة نتعلمها من اليابانيين ومن اخلاق اليابانيين، المكان اللي تدخله تطلع منه احسن من ما كان. راحوا ياخذوا يا جماعة الخير اكياس كبيرة وراحوا ينظفوا الملعب كامل. اليابانيين ما طلعوا من الملعب الا بعد ما نظفوه كامل. وفي مقطع بخليها لكم لعمر يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب. الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. Thank you. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم ينظفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. نضرب الكاميرا. واو، انا توقعت واقفين بس طلع عليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوسعين كل مكان. اوكي، مثل ما شفتوا شباب كانوا ينظفوا الملعب. حاجة تقدر تقول انك انت تقتدى فيها، انه يا جماعة الخير ذيلا شعب ما مسلم بس شوفوا كيف اخلاقهم. جيتك اليابان نظفت لك الملعب، نظفت لك غرف تبديل الملابس، ونظفت لك منتخب المانيا. طبعا عارفين من ويش نظفوه. كل الاحترام والتقدير اليابانيين شعب، وكمنتخب لعب صراحة قدم مباراة حلوة. يعني هذا موضوع مقطعنا لليوم، ونتمنى انه في الايام الجاية ما تدخل القضايا اللي ما لأمها داعي كرة القدم. اترك لكم التعليق تحت في الكومنتات، كل واحد يعلق على كيفه ويقول وجهة نظره. وصلنا لنهاية المقطع، وهذا مقطع خفيف لطيف بسيط، اتمنى انه عجبكم. لا تنسونا من اللايك. نشوفكم في مقطع ثاني. سلام بعد 20 سنة. I keep on falling for you. And it's hard to get over such a beautiful lie when I still want you closer.